السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هنكمل كده درس المهارات بعنوان تابع المهارات الفلسفية. تالت مهارة هناخدها النهاردة إن شاء الله اللي هي مهارة الحوار. الحوار هو الجدل مع الآخرين بشكل إيجابي بهدف الوصول لحقيقة شيء أو موضوع ما، يعني محادثة بين طرفين أو أكتر بتتضمن تبادل للآراء والأفكار من أجل تحقيق أكبر قدر من التفاهم بين الأطراف، المشاركة لتحقيق أهدافهم. عندنا هنا من الآخر كده لو جه عندي في أسئلة الامتحان كلمة جدل أو مناقشة أو كلام واحد مع واحد أو تفاعل أو تبادل أطراف الحديث أو ما إلى ذلك، يبقى احنا هنا في مهارة الحوار. أنواع الحوار عندنا يا شباب نوعين: حوار سلبي وحوار إيجابي. الحوار السلبي الغرض منه تسفيه الرأي الآخر بأي وسيلة والتلاعب بالألفاظ دون الالتزام بالأخلاقيات وآداب الحوار، زي مثلا قيام بعض الضيوف بالصوت العالي في البرامج أو في برنامج معين لاختلافهم في وجهات النظر. هنا يا شباب بيبقى بتحاول ان انت تعلي صوتك عشان تثبت اللي قدامك ان هو ما يعرفش اي حاجة وتسفه من رأيه. يعني معنى كده انت هنا بتتفه من كلام اللي قدامك وبتتريق عليه وممكن تشتم وتعلي من صوتك كمان، وده اسمه حوار سلبي. النوع التاني يا شباب اللي هو بنسميه حوار إيجابي، الغرض منه هنا تبادل الآراء للوصول للرأي الأصوب والتوفيق بين الطرفين أو إقناع إحداهما للآخر. مثال على كده يا شباب مثلا زي حوار بعض التلاميذ مع بعضهم بغرض إقناعهم أو إقناع إحداهما بإجابة سؤال معين، أو تناقشك مع صديقك حول أهمية السفر. بيكون مثلا أنت رأيك مخالف ليه وبتحاول أنت تدعم رأيك بأدلة، فهو بيقبل رأيك بعد كده. أول حاجة عندنا يا شباب من خصائص الحوار الفلسفي قبول وجود الآخر واحترام آرائه ووجهة نظره، التواصل العقلي مع الآخر دون تعصب في الرأي. تالت حاجة استبعاد أي أحكام مسبقة أو رغبات ذاتية. رابع نقطة لا يعتمد الحوار على التأثير العاطفي بل يعتمد على الدليل العقلي. قبول الجميع بالحوار الفلسفي أيا كان موضوعه، الغرض هنا هو الإقناع بس بكل احترام، وبيكون في الكلام دليل أو حجة. خلي بالك في فرق بين الشك والنقد والحوار. قلنا الشك حيرة أو تردد بين شيئين متناقضين أو متساويين. قلنا النقد فحص نقاط الضعف أو القوة في الرأي أو القضية المطروحة. الحوار تبادل الآراء واحترام كل فرد للرأي الآخر من خلال المناقشة والحوار. رابع مهارة عندنا اللي هي مهارة التحليل والتركيب. نبدأ الأول بالتحليل. التحليل هو المشكلة أو القضية المركبة معقدة، لذلك لا يمكن لأي مفكر أن يتأمل أي مشكلة أو قضية إلا إذا بدأ بتحليلها وردها لعناصرها ومكوناتها وجزئياتها ليتسع فهمه بتفاصيل المشكلة. يعني باختصار التحليل المشكلة مركبة معقدة لا يمكن التفكير فيها إلا بعد تحليلها لعناصر وجزئيات ليتسع فهمه بتفاصيل المشكلة. مثال على كده حينما يقوم الفني المتخصص بتفكيك التليفون المحمول ليبحث عن مكان العطل ليصلحه. تاني حاجة عندنا اللي هو التركيب، يأتي بعد التحليل. بعد أن يقوم الشخص بعملية التحليل لابد أن يعيد تركيب الأجزاء من جديد وفقا للروابط التي يرى أنها الأفضل لإعادة التركيب ليشكل من التنوع واحدة واحدة أشبه بالكائن الحي. مثال على كده زي كما يفعل الفني المتخصص بتركيب التليفون المحمول الذي قام بفكه بعد إصلاحه. نخلي بالنا يا شباب إن التحليل والتركيب مهارتين متلازمتين، فلا تحليل إلا إذا كانت هناك مشكلة أو قضية مركبة تحتاج للتفكيك والتحليل، ولا تركيب إلا لعناصر مفككة وجزئيات مبعثرة تحتاج مرة أخرى لإعادة الروابط وإدراك العلاقات بينها لتشكل من جديد وحدة مترابطة الأجزاء. فالتحليل والتركيب هنا يا شباب مهارتين متلازمتين. وأخيرا الشخص اللي بيفكر تفكير فلسفي بيتصف بعدة صفات: روحه النقدية وسماحته الفكرية، عدم تعصبه لآرائه وشجاعته ونزاهته، الحوار الجيد، تواضعه الفكري، تأنيه في إصدار أحكامه وحرصه على البحث والشك المنهجي والحرية والاستقلال. لو عجبكم الفيديو يا شباب ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك ليصلكوا كل جديد.